السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. أنا النهارده طالعه اوريكم طريقة البيتزا، سهلة ومش هتكلفك اي حاجة خالص. دلوقتي جبت الدقيق وحطيته، وجبت لبن نيدو وخميرة وزيت. دي الخميرة، وده اللبن النيدو، وده الزيت، ورشة ملح. دول حبة الزيت المطلوبين مننا. وده الدقيق، دلوقتي هحط في الدقيق الخميرة ورشة الملح واللبن النيدو، وهقلبهم مع بعض. هقلبهم كويس. دلوقتي بقلبهم كويس، وهحط عليهم سكر. دلوقتي بقلبهم كويس مع بعضهم. هحط عليهم الزيت، وهقلبهم مع بعض. هحط عليهم 3 كوبايات مية. هقلبهم كويس مع المية. دي النتيجة بعد ما حطيت عليها المية وقلبتها. دي العجينة بتاعة البيتزا. طبعا هتجيبي اي حشو عندك، ودي صلصة الطماطم والجبنة الموتزاريلا والحشو اللي انت عايزة تحشيه. دلوقتي دي العجينة، هبدأ اقطعها الطريقة اللي انت عايزاها التقطيع. قطعيها براحتك، انا قطعتها كده. بس لو مشيتي على المقادير بتاعة البيتزا والله هتطلعيها طعمها تحفة. دلوقتي دي بقى بعد ما قطعتها، دلوقتي هتجيبي اي صينية، هتحطي فيها حبة زيت صغيرين، وهتفردي بقى فيها البيتزا، وطبعا نحط عليها الصلصة، ونعملها بالشوكة علشان لما نحطها في الفرن تستوي من جوه. دلوقتي انا بوريكم بعملها ازاي بالشوكة. وهبدأ احط عليها صلصة الطماطم. دلوقتي بفردها عليها. دلوقتي انا بفرد صلصة الطماطم قدامكم، وهبدأ احط عليها الحشو.
دلوقتي انا عملتها بسطرمة وحطيت عليها جبنة تركي، وهحط عليها كمان جبنة موتزاريلا. دلوقتي انا بحط معاكم الجبنة التركي الاول، وحطيت عليها الزيتون، وهبدأ احط عليها الجبنة الموتزاريلا. وهحطها في الفرن تستوي. متنسيش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس، ودي النتيجة وكومنت حلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.